قمر الطائي ونوار إسماعيل دراما للأبد. بعد ما تصالحت أم البيس مع قمر الطائي بلشت الدراما اللانهائية يلي بيعملوها الفانزات بين أي رفيقة مقربة لأم البيس ونوار إسماعيل، والتصاميم على التيك توك حدث ولا حرج. الظاهر في بروبوزل ببرج إيفل عن قريب على طلب قمر طبعاً. البروبوزل وين حيكون؟ ليه؟ بين برج إيفل. ليه بس بيطلع أحلى؟ لا بين برج إيفل، هذا حلم طفولتي. الموضوع كان مجرد مزحة بالبداية لحتى الكاميرا لقطت قمر هي وعم تطعمي نوار آيس كريم بإيدها. شوفوا هالفيديو. تبكينا ذوبة ذوبة ذوب. والتعليقات على الفيديو كانت كالآتي: ايه والله احترنا، بتحب الشامي ولا نوار؟ ناطرين البروبوزل بباريس. الشامي حالياً حزين، ترى علاقتهم أخوية لا تكبروا المواضيع. المهم قمر الطائي بتحب هالنوع من إثارة الجدل ويا ما غنت إياك تلحقني مخطوبة مخطوبة، إياك تلحقني مخطوبة مخطوبة. وعلى ورد أحمر على الإنستغرام وتيك توك. شوفوا هالفيديو مثلاً. قال الذكر يراقب الستوريز أما الرجال يصنعهم. والتعليقات: لا على الموضوع صار بده صفنة شوي. لا هيك كتير. عم تحكي هيك وبالمقابلات بتقول الله يبعدنا ومالي مرتبطة فعلا. إيو يا لو كان رجال كان خطبك وسترك. ما علينا من أمر، خلونا بنوار المغلوب على أمره بسبب كيد النساء. فمثل ما شبكوه هالمرة مع قمر بالزمانات لما كانت علاقة أم البيس ومس دعاء منيحة، الفانز كانوا شايفينهم لابقين مع بعض. ايه يا عزيزي المشاهد لا تستغرب، الفانز فايقين ورايقين اكثر مني ومنك ومن ام زكي. ايه خلص يبليك محمد شو فايقه ورايقه يا سيدي، واذا مو مصدقين شوفوا هالفيديو. خطوبة نوار إسماعيل وميس دعاء. في مفاجأة لم يتوقعها أحد، أعلن نوار إسماعيل شقيق الفنانة الشهيرة بيسان إسماعيل خطوبته على صديقتها المقربة ميس دعاء. أما التعليقات فكانت كالآتي: لك هو عمره 19 وهي عمرها 30، شو هالحكي؟ لك كذاب وأكبر كذاب، لك ليش ما عزموني ليش؟ وهيك بيكون انتهى التحليل السريع والبسيط لدراما نوار وقمر والآيس كريم. لك أكل لي إياها، قال لي عضة صغيرة. وانتو خبرونا، تقولوا في خطبة قريبة وبروبوزل بباريس؟ أذوب 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 واشرب حبوب.